انت عارف ليه احنا بنحب محمد ابو تريكه؟ علشان كل حاجه بتحصل لاخواتنا بنتوقع ان هو يطلع يتكلم عنها، والحمد لله ما بيخيبش ظننا ابدا، وبيحاول ان هو يوصل صوته لاكبر عدد من الناس، بالرغم ان هو عارف ومتاكد ان هو هيخسر كتير جدا، ولكن مش فارق معاه اي حاجه واي حد. هوريكم فيديو دلوقتي وهو بيتكلم عن اخواتنا وظلم اللي ما تسموش، وقد ايه دول العالم ساكته ولا بتعمل اي حاجه خالص. بخير. 50 يوم العالم المنافق ساكت صامت. 50 يوم 20,000 شهيد ماتوا. 50 يوم 8,000 طفل فلسطيني استشهد. 50 يوم عديد من الآلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون. كشفناكم. غزة كشفت الجميع. غزة كشفت عورات وسوءات العالم. العالم اللي بيقول على نفسه حر. حر ايه؟ دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح والباطل معروف، انما انتوا بتسكتوا عن الباطل وما بتنصروش الحق. والله العظيم لا ننصر الحق حتى لو ايه. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. عرفتوا دلوقتي احنا ليه بنحب محمد ابو تريكه وبنزعل دايما من صلاح؟ بسبب الافعال دي. ان انت واحد ربنا مدك بشاره، ليه ما تستغلهاش في الخير؟ ليه ما تعرفش كل العالم عن اللي بيحصل وتاخد موقف حاسم وتبين مين الظالم ومين المظلوم؟ وبس كده، ده كان فيديو بسيط حبيت اوضح انا بحب محمد ابو تريكه قد ايه، واتمنى في يوم من الايام اللي انا اشوفه.